السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنشرح درس بسيط جدا من خلال برنامج فيوفير، ازاي تحول الدايموند لكوينات عشان تدعم بيهم اصحابك. تمام، هنفتح البرنامج الفيوفير كده. طبعا هنيجي على البروفايل او الصفحة الرئيسية او الصفحة الرسمية او بتاعت الصفحة بتاعتك انت. تمام، هنيجي على الثلاث نقط اللي فوق دول وهندوس على كلمة والد. أول اختيار والد أو محفظة هتطلع معانا بالشكل ده. طبعا الاختيارات اللي تحت دول طريقة الشحن من خلال البرنامج. تمام، طيب المربعات اللي فوق دول أول واحد كوين، تاني الدايموند، وبعد كده الكريدت اتكلمنا عنه إن هو البقشيش بتاع الفيديوهات. يعني حد لو عجب الفيديو بتاعك وحط عليه دعم بيجيلك هنا، والدعم ده بتقدر تعمل بيه اعلانات على الفيديوهات بتاعتك. تمام، احنا دلوقتي هنيجي نغير الكوين. طيب هنا في 3 اختيارات زي ما احنا ما قلنا، كوين ودايموند وكريدت، وتحت هنا في 3 اختيارات. ويزدرو ده بتاع السحب، لما تكمل 25 دولار اللي هما $25 بيتفتح معاك الاختيار ده. طبعا هنا السند كوين، طبعا ده سند كوين. يعني ايه سند كوين؟ بيطلع لك الاسماء فين عندك بتاع البرنامج، او تبحث على الاسم اللي انت عاوزه. تمام، ليه انا ابحث؟ مثلا انا جيت اشتريت 100,000 عملة او مليون عملة وحابب استثمر بيهم. طبعا المليون عملة عليهم بونص، انا دلوقتي عايز ابيعهم في البرنامج. لما يجي مثلا الياس او باربي او منى او اي حد يشتري مني، لما يشتري مني لازم ابعت له الكوين. انا دلوقتي اشتريت من الياس مثلا 100,000 عملة او مليون عملة، وجات منى مثلا جات باربي او منى او احمد او صمت او اي حد من دول وحاب يشتري مني الكوينات، باخد منه الفلوس وببعت له الكوين من خلال سند كوين ديت. يعني مثلا داني هكتب كده مثلا العدد ده واقوم باعت السند كوين، هيروح لداني. تمام، طالما انا اخترت داني يبقى انا ايه كده هنبعت له القصة دي كده. خلاص فهمنا اللي هو السند كوين. طيب انا دلوقتي معايا مثلا دايموند وعايز اغيرها، اجي من الاختيار الثالث اللي هو سواب دايموند تو كوين، هدوس عليه. طبعا بيقول لي اقل حاجة هنا في الكوينات تغيرها، المسات تغيرها تحط 10، هيديني 7 كوينات. البرنامج بياخد نسبة 30% تقريبا على الكوينات. بتكتب له 10 بيديك مثلا 7، بيديك 7 بتتحول معاك 7. تديله مثلا 1000 هيديك 750. تمام، هتديله 2000 هيديك 1500. تمام، هياخد 500 منك، 500 عملة البرنامج بياخدهم ويديك 1500. تمام، هو ده. وبعد كده عامل ثواب او تشينج، هو ده تغيير العملات المسات يعني. بس كده، والشرح بسيط جدا وشكرا لكم على المشاهدة، وياريت ما تنساش اللايك والشير عشان اصحابك يعرفوا. اي سؤال اكتبوه لنا في كومنت على اليوتيوب. سلام.